في عالم السياسة، ليست الضجة دائما سلاحا. أحيانا كل ما نحتاجه هو الهمس في اللحظة المناسبة وفي المكان الأكثر حساسية. هناك في قلب أوروبا وتحديدا مدريد تتحرك الجزائر بخطى واثقة وصامتة، لكن الهزات الناتجة عن هذه الخطى تصل صداها إلى قلب تل أبيب، حيث تبدأ الأسئلة وتقرع أجراس الخوف. فبين ملفات الطاقة المتداولة علنا وقضايا الهجرة التي تملأ نشرات الأخبار والاجتماعات الثنائية الظاهرة للعلن بين الجزائر وإسبانيا، هناك ملفات لا تفتح إلا خلف الأبواب المغلقة، ملفات تثير قلق الكيان الصهيوني أكثر من أي تصريح رسمي. فالجزائر التي أعادت رسم خارطة علاقاتها مع مدريد لم تفعل ذلك كرد فعل عاطفي على دعم إسبانيا للمغرب في ملف الصحراء الغربية فقط، بل كجزء من تكتيك استراتيجي أعمق، مشروع لا يعلن لكنه يتحرك كالشبح في ظلال السياسة الأوروبية. الكيان الصهيوني بدأ يشعر بأن شيئا ما يتحرك، لكنه لا يراه بالكامل. تل أبيب التي لطالما نظرت إلى الجزائر كفاعل هامشي تدرك اليوم أن اللعبة تغيرت، وأن الجزائر لم تعد تلعب حسب قواعد الحرب الباردة. فمنذ أن خرجت من قوقعة الحياد وهي ترسم تحالفات جديدة بهدوء، مناورات عسكرية مع روسيا، تقارب لوجستي مع تركيا، قواعد بحرية تشيد في صمت في وهران، واتصالات لم تعلن بعد في العواصم الأوروبية. لكن حين دخلت الجزائر من بوابة مدريد، هنا ارتبك الكيان، لأن القلب الأوروبي لم يعد مغلقا أمام نفوذ جزائري ناعم وخفي. الطاقة، هذا السلاح الأبيض، بات اليوم بيد الجزائر، لا كأداة تصدير فقط، بل كورقة ضغط جيوستراتيجية، حيث قررت الجزائر إغلاق أبواب الغاز نحو المغرب. لم يكن قرارا اقتصاديا بحتا، بل كان رسالة مشفرة: من يتحكم في الطاقة يتحكم في القرار السيادي. وفي عز أزمة الغاز في أوروبا، صارت الجزائر لاعبا لا يمكن تجاوزه، والكيان يعلم جيدا أن أي زعزعة في التوازن الطاقوي في أوروبا مصدرها الجزائر قد يربك مصالحه مع العواصم الأوروبية الداعمة. لكن الأدهى ما لا يرى خلف الواجهات السياسية. هناك اختراقات ناعمة تنفذها المخابرات الجزائرية داخل المنصات الأوروبية الأمنية، وفي ملفات لم تكن الجزائر حاضرة فيها من قبل، علاقات استخباراتية قديمة مع فرنسا وتجددها مؤخرا مع تركيا فتحت للجزائر نوافذا جديدة للتأثير داخل الاتحاد الأوروبي. وسط تساؤلات تطرح في تل أبيب: كيف وصلت الجزائر إلى هذا العمق بهذه السرعة؟ مدريد لم تعد مجرد حليف إسباني، بل باتت قناة عبور نحو قارة كاملة. وفي البحر المتوسط، حيث تحسم المعارك دون إطلاق رصاص، تتحرك الجزائر لتثبيت وجودها البحري الإقليمي والدولي عبر تنسيق ثلاثي مع تركيا وليبيا. تبني الجزائر محورا جديدا يواجه التمدد الإسرائيلي المغربي في الأطلسية، القواعد في وهران، السفن الجديدة، الاتفاقيات الدفاعية مع روسيا، كلها إشارات على أن الجزائر لا تنتظر المواجهة، بل تتهيأ لها بطريقتها. ومن يراقب البحر يعلم أن أحيانا كل ما تحتاجه هو صمت طويل يسبق العاصفة. في أحد التقارير الأمنية الإسرائيلية المسربة، وصفت الجزائر بأنها الخطر الأكبر، لا لأنها تهاجم، بل لأنها تبني في الظل. هذه الجملة وحدها تكفي حجم القلق الذي يراود النخبة الإسرائيلية اليوم. الجزائر لا تطبع، لا تساوم، لا تتراجع، بل تسير في طريقها بهدوء يثير الرعب. كل حركة لها تفشل جزءا من مشروع التطبيع، وكل تقارب مع قوة إقليمية أو دولية يعيد خلط الأوراق على طاولة الشرق الأوسط. اليوم لم تعد الجزائر مجرد لاعب مغاربي، بل تحولت إلى قطب مستقل بعقيدة جديدة، من الدفاع إلى الهجوم الناعم، من الاعتراض إلى صناعة البدائل، من التنديد إلى التأثير العميق داخل دوائر القرار الدولية. أما الكيان فقد بدأ يشعر أن خطوط اللعبة لم تعد بالكامل في يده، وأن هناك لاعبا صامتا ينسج شبكته من حيث لا يتوقع. في عالم الظل لا تحتاج أن تعلن الحرب، يكفي أن تغير قواعد اللعبة، والجزائر فعلت ذلك بهدوء لكن بدقة. مدريد لم تعد بعيدة، وتل أبيب ليست بمأمن.
والقادم لن يكون كما مضى.